يعني اشتري الشيء اللي انت محتاجه، مش الشيء اللي هو عاجبك وخلاص، وتضيعش فلوسك. السلام عليكم. لما انا بنزل لك موبايل ب 4000 جنيه، او اقل من 4000، او حتى لحد 5000 جنيه، بيطلع معظم التعليقات موبايل ملهوش قيمة، موبايل ضعيف، ما بيأديش الغرض. هفهمك حاجة. لو انت راجل استخدامك الطبيعي او العادي في اليوم مثلا واتساب، تصفح، بتشوف الاخبار، الانترنت، الكلام ده كله، يبقى التليفونات دي هي اللي هتنفع معاك لو انت عايز تحافظ على فلوسك. ولكن يا صديقي العزيز، لو انت من النوع بقى اللي بتحب ايه المنظرة والبهرجة، فمش هيعجبك اي تليفون. كل ما ينزل تليفون يبقى انت عايز تجيب الاحدث والافضل والاعلى، وهتصرف فلوس. وعايز اديك كمان حاجة من واقع الخبرة الحياتية. يعني هتلاقي معظم الناس، يعني هي رجال اعمال والناس اللي معاها بيزنس كبير والناس اللي شغالة وبتعرف تعمل فلوس، ما بتدورش على الموضوع ده نهائيا يعني. تمام. وحتى لو دورت عليه وجابت جهاز عالي، هو قادر يشتري الجهاز ده. فلو باظ منه على الأقل يعرف يغيره، مش هيضلعه، مش هيفكر فيه. ولكن صديقي العزيز، للأسف الناس الفئة المتوسطة اللي يظروف على قدها، ممكن يكون مستلف وجايب التليفون الغالي ده، وممكن يكون بايع حاجة جايب التليفون الغالي ده، أو بيتمنظر، أو جايبه بالتقسيط. لما بيحصل فيه عطل بيشيل هم والطين، وبيبقى قلقان عليه قلق السنين. فالنصيحة، مش لما تشوف تليفون سعره اقتصادي يبقى تعبان. كل موبايل ليه استخداماته. لو انت راجل عندك شغل عالي، تشتغل محتوى، وعايز حاجة تسعفك، وعندك حسابات وعندك شغل، هات الموبايل اللي يقدم معاك المصلحة حتى لو غالي. ولكن لو الاستخدام بتاعك العادي الطبيعي زيك زي اي حد، التصفح، الانترنت، حافظ على فلوسك، استثمرها، حطها في اي بند تاني يعمل لك دخل ولا حاجة، وهات موبايل برضه شكله شيك وهيأدي الغرض معاك. مش لازم انا علشان نتمنظر يعني نصرف ونتداين. والمشكلة دي الحاجة اللي بتجيبنا ورا، ودي الحاجة اللي بتضيع فلوس اي شاب لسه في بداية حياته. فدي نصيحة انا حبيت اقولها لك، والله هتنفعك جدا وهتفيدك لو انت استمريت عليها. يعني اشتري الشيء اللي انت محتاجه، مش الشيء اللي هو عاجبك وخلاص، وتضيعش فلوسك. تحياتي ليك، بحبك في الله.